هذه الأبيات الشعرية مهداة من مكتب مواقع وقنوات دار الحديث بمعبر للعرسان الغاليين: عبد الرحيم الإمام، سلطان عبد الرحمن الإمام، محمد بن عبد الله الإمام، محمد بن حيدر الإمام، بمناسبة أفراحهم المباركة، سائلين الله أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير. كتبها عبد الله الجندلي. يا فرحة زفت بدار أماني، باليمن تكتب في سطور تهاني. حبر القريض اليوم جاء مهنئا عرساننا من خيرة الفتيان. غرس تربوا في المكارم والعلا، وترعرعوا في روضة القرآن. فاليوم معبر بالسرور عروسة، والسعد جاء بأجمل التيجان. يا فرحة زفت بدار أماني، باليمن تكتب في سطور تهاني. ها قد بدا عبد الرحيم منورا في بدلة العرسان عقد جماني. كم جد في نيل العلوم بهمة، وسعى لها دوما بكل تفاني. وكذا ابن نجل الشيخ بدر ساطع، نهدي تهانينا إلى سلطاني. يا فرحة زفت بدار أماني، باليمن تكتب في سطور تهاني. ومحمد بلغ السعادة والمنى عن ابن عبد الله بدرا ثاني. وكذا بدا بدر التمام محمد ابن الفصيح الحيدر المتفاني. يا فرحة زفت بدار أماني، باليمن تكتب في سطور تهاني. وسألت ربي أن يبارك عرسكم، ويزيدكم علما وعيشا هاني، ويزيد آل الشيخ خيرا واسعا، ومعزة تعلو بكل زمان. واحفظ إلهي شيخنا وإمامنا شيخ الإمام العالم الرباني. فاليوم يوم السعاد حل بداره، فأقر عين الشيخ بالعرسان. ثم الصلاة على النبي محمد، ما طاف فينا موسم الرمان. ثم الصلاة على النبي محمد، ما طاف فينا موسم الرمان. ما طاف فينا موسم الرمان.